إخواني أخواتي متتبعين قناة مع سعاد، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي دايرة ضجة هاد الايام في وسائل التواصل الاجتماعي. قلت ضروري نجربها معكم، علاش لا. فيها 3 ديال المكونات فقط لا اكثر. ما غاديش نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. اذا نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 2 ديال الحامضات، بطبيعة الحال يكونوا مغسولين مزيان لان حاجتنا بهذيك القشرة الصفراء. كنحاولوا نحكو هذيك القشرة الخارجية فقط بلا ما ندخلوا حتى لهذيك القشرة البيضاء باش ما يجيناش العصير ديالنا فيه المرورة. اذا هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حكيت لهم هذيك القشره الخارجيه كامله ديال الحامضات بجوج، غادي نضيف عليهم الكأس ديال السكر. وكنضيف ايضا علبه من الياغورت بنكهه الفاني. يمكن لكم تضيفوا نكهه الحامض ايضا الا كتحبوها. هاد 2 نكهات كتواتاو بزاف مع هاد العصير، سواء نكهه ياغورت بنكهه الفاني او ياغورت بنكهه الحامض. كنخلطوا هاد العناصر مزيان كلها وكنخليوها وكنمشيو نوجدوا الحامض ديالنا. كناخذوا الحامض كنقطعوه بهذه الطريقه، كندير ليه هاد التفليحات من الجنب باش كيجيني ساهل في التقشار. كنقشرو غادي نقطعوه دوائر باش يجيني ساهل ايضا باش نحيد الا كاين شي عظم. بالنسبه لهذا العصير من الاحسن اننا ما نخليو حتى شي عظم يزهق لينا. هذيك القشر البيضاء اللي كتكون حتى هي الا كانت كثيره عندنا نقصوها باش ما كيجيناش العصير ديالنا فيه المروره.
في المرحلة الأولى كنضيف نصف لتر من الماء اللي غادي نطحن به هاد المكونات كاملة. اما بالنسبه للسكر فكيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوا على هذاك الكاس اللي ضفتو الاول، يمكن لكم تزيدوا عليه. من بعد ما طحنت العصير ديالي غادي نجيب واحد الصفايه باش غادي نصفيه، باش غادي نتحصل على عصير صافي 100%. بالنسبه للناس اللي كتفضل ان هادوك القشور يبقاو في العصير، الا بغاو يخليوهم فما يحتاجوش يصفيوه. وهنا من بعد ما غادي نصفيه غادي نضيف نصف لتر اخر من الماء. الا بغيتو تضيفوا حتى يترو راه ممكن تضيفوا حتى يترو، لكن انا غادي نكتفي باش انني نضيف نصف لتر فقط. اذا اخواني اخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. راه كيجي خاتر لذيذ، كيستحق فعلا انه يتجرب، وكيستحق فعلا هذيك الضجة اللي دار في وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم فعلا تجربوها. راه كيجي لذيذ بزاف بزاف، والمذاق ديالو منعش، بالاخص المذاق ديال الحامض، وغادي يعجب الصغار والكبار. ما بقى ليا الا نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد مع وصفات جداد. مع السلامه.